ربيع عبد الكريري، معلم في مدرسة جحا الابتدائية غرب أحد، مسرحة ب7 كيلو تقريبا. ما هي أبرز احتياجات محافظة أحد المسارحة، خاصة نلاحظ هناك عجلة التنمية والمشاريع في هذه المحافظة بشكل سريع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أتقدم الشكر الجزيل لكل منسوبي قناة الأثير على إطلالتها البهية في محافظة المسارحة، وأشكر كل القائمين على هذه الجولة الجميلة. وقناة الأثير ليس غريبا عليها متابعة كل الأحداث في محافظات منطقة جازان، واليوم أتحفتنا وشرفتنا بالحضور في محافظة المسارحة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل دلالة تامة على أن هناك من ينظر إلى أطفالنا فلذات أكبادنا. قبل قليل كان معهم الأستاذ إبراهيم أبو جبل وأتحفونا بالكثير من المشاركات، وأنت الآن تحاورنا في هذا المكان الجميل، في هذا المتنفس الذي قامته بلدية المسارحة. فشكرا لزيارتكم لمنطقتنا وشكرا لزيارتكم لمحافظة المسارحة. أولا صحيح أنا من المهتمين بالرياضة، وخاصة في باعتباري أحد إداري في نادي حطين بمحافظة صامتة. كما هو معروف أن محافظة أحد المسارحة تزخر بالكثير من المواهب، خاصة في كرة القدم، كل الألعاب عموما لكن كرة القدم خصوصا. ولو تلاحظ النادي حطين أغلب نجومه يلعبون من محافظة المسارحة. نطالب عبر هذا المنبر بإيجاد ناد رياضي أو إعادة نادي قلب الرياضي الذي تأسس في هذه المحافظة، ولكن منذ فترة لم نسمع عن هذا النادي في ظروف غامضة لا نعرف ما هي الأسباب. نتمنى أن يعاد هذا النادي حتى يكون متنفسا لأبناء المحافظة والقرى المجاورة لها. هذه أمنية أتمناها أن تتحقق باسم جميع شباب المحافظة إن شاء الله بإذن الله. أعزائي المشاهدين، ما زلنا معكم حرصنا أن نلتقي بكافة